هل ستعود أمريكا إلى إشعال نار الفتنة مجددا في العراق؟ لسائل أن يسأل ما هي أدواتها هذه المرة؟ الإجابة لا تحتاج إلى الكثير من البحث والعناء. جيوش منظمات المجتمع المدني والمدونون المأجورون، يضاف إليهم الباحثون عن الوطن عند الطلب، وكل هؤلاء جاهزون لبدء مسلسل التحريض والفوضى ذات الوجوه ونفس اللصوص والمنتفعين الذين أحرقوا مدننا ومحافظاتنا الجنوبية ينتظرون إشارة السفارة الأمريكية لإطلاق مهرجان الفتنة. عندما تعلن السفارة الأمريكية في بغداد أنها ستدعم منظمات المجتمع المدني بمبلغ 25 مليون دولار، فماذا يعني ذلك؟ هل هو دعم لوجه الله ولنشر الحرية والديمقراطية والسلام والمحبة والنماء في العراق، أم أن هذه الأموال ستدفع لرموز الفوضى مقابل خدمات محددة لأمريكا؟ ما هي طبيعة هذه الخدمات؟ وهل لها علاقة هذه المرة بالتظاهرات القادمة التي بشرت وهددت بها سفيرة أمريكا حكومة السودان؟ لسائل أن يسأل: بماذا أغضب السودان واشنطن؟ الجواب ببساطة نلخصه بالآتي: منع حكومة السودان من التفكير بالعودة مجددا بالانضمام للاتفاقية الصينية وطريق الحرير، منعها من تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، منعها من توقيع الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لبناء منظومة الكهرباء في العراق، إبقاء العراق ضعيفا وغارقا في مشاكله الاقتصادية وتابعا للولايات المتحدة. متى تفهم النخب السياسية والشعبية أن أمريكا لن تقدم لنا شيئا، كما أنها لن تسمح لنا بأن نفعل شيئا لإنقاذ العراق والشعب العراقي من هذا الضياع الاقتصادي والسياسي.